فيلم الحاج أحمد هو أول بطولة مطلقة لشيكو، ويعتبر أكتر فيلم كنت منتظره في العيد ده. حرام عليك يا شلتة. يا دي شلتة، اسم أحمد، وأي حد هيقول لي شلتة بعد كده هزعله. شلتة هزعلك يا حاج. شلتة يا ابني، حطها ورا ظهري. الفيلم بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبري فواز. الكاست كله باحبه ومتوقع منه حاجات حلوة جدًا. فكرة عمرو سلامة، تأليف أحمد محي، نفس مؤلف فيلم قلب أمه، إخراج معتز التوني. يعني كل حاجة تدعو إن الفيلم هيبقى حلو. فيا ترى فعلًا كان حلو على قد المستوى والّا لأ؟ الفيلم بتحكي عن الحاج أحمد وابنه البقالين اللي بيهجم عليهم عصابة، ونكتشف إن الحاج أحمد كان ليه ماضي غريب. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ هل الفيلم حلو؟ هل يستحق أدفع ال100 جنيه وأدخله في العيد؟ هاقول لك كل ده، بس تعالَ نشوف الإيجابيات والسلبيات الأول. أهم إيجابيات الفيلم هي أداء مصطفى غريب. أنا مش عارف يا جماعة إزاي الناس مش بتتكلم عنه. حرفيًا مصطفى غريب أكتر حد بيضحكني في الكبير دلوقتي. أداء شيكو ورحمة أحمد وسيد رجب وأغلب اللي كانوا في الفيلم من متوسط لجيد. الفكرة إلى حدٍ ما حلوة بس مكررة. معتز الدوني حسيت أوي إن هو عمل الفيلم ده قبل كده، شُفته قبل كده. هنقسّم الفيلم فهنقسّمه ل3 أجزاء. الجزء الأول اللي فيه تقديم الشخصيات والحادثة اللي بتحصل، اللي بتبدأ أحداث الفيلم. الجزء ده إلى حدٍ ما كان حلو أوي الصراحة، وضحكت كتير، وكان فيه كذا إفيه وكذا موقف فعلًا ضحكني. الجزء التاني وده المواقف اللي بيمرّوا بيها أبطالنا في الرحلة بتاعتهم، وده كان إلى حدٍ ما متوسط. والجزء الأخير اللي هو الفينالي أو النهاية، وده كالعادة في أي فيلم مصري فهو متكروت ولا يرقى إلى متوسط بالعافية أو أقل من المتوسط كمان. تعالوا نتكلم على السلبيات بقى. اللي فاتت دي كان الإيجابيات. ما فيش حاجة مميزة أو مختلفة على مستوى التمثيل ولا على مستوى المواقف ولا على مستوى القصة ولا على مستوى الإخراج ولا أي حاجة. فيلم مسطح عادي جدًا، ما فيش فيه أي لحظات علو ولا انخفاض. شيكو يا جماعة أنا بقيت حاسس إنه مش بيمثل، هو بيتعامل عادي، بيتكلم عادي كأنه دي شخصيته العادية. يعني دي مش شخصية ابن الحاج أحمد، أو دي شخصية مثلًا هو مثلها. لأ، هو بيتكلم عادي جدًا. حتى شخصية وسيم بتاعة اللعبة بقيت باحس إن دي شيكو، يعني ده شيكو العادي بتاعنا. والد حضرتك طلع مالوش أي علاقة بالتوفي. أبوها قذر؟ خزر. أبوكي بطل. بطل. أنت إيه، مفيش أي حاجة عجباكي خالص؟ هو انت هتسوق بجد؟ الموضوع سهل وبسيط، سنة دبرياج، سنة بنزين. رحمة أحمد على الرغم إن أنا باحبها جدًا وباحب طريقتها في الكوميديا وباحب كل إفيهاتها في مربوحة، وأنا من عشاق شخصية مربوحة. بس بقيت باحس إن المخرجين مش بيقولوا لها اعملوا إيه. يعني فيلم نبيل الجميل برضه كان نفس المشكلة. هُم بيقولوا لها زعّقي ولا بيقولوا لها إيه؟ أنا مش فاهم هُم بيقولوا لها اعملي إيه؟ هو ما فيش مخرج بيقول لها تعمل إيه أو بيقول لها الشخصية عبارة عن كذا؟ أعتقد إن هُم بيقولوا لها اعملي زي ما بتعملي في مربوحة كده، اجتهدي واللي يطلع منِّك حلو. في إيه يا جماعة؟ ما تكتبوا لها شخصية يا جماعة، في إيه؟ شخصية سيد رجب ما اتعودتش إنها تبقى شخصية عاملة كده. إن هي مش وحشة يا جماعة، بس هي اللي أضافتش ولا نقّصت في الفيلم. لو شِلتها وجبت أي حد تاني مش هتحس بأي حاجة. مش متعوّد على كده من سيد رجب. سيد رجب بيعلّي أي عمل بيدخل فيه. الفيلم يا جماعة مش وِحِش، مش وِحِش أوي ولا حاجة، بس أنا كنت معلّي سقف توقعاتي أوي. ده اللي حسّسني بالانهيار أو بالصدمة لمّا شُفت الفيلم أو لمّا الفيلم خلص عمومًا. تقييمي النهائي للفيلم هو 7/10. لو أنت عايز تخرج أوي يعني وفي نفس الوقت عايز تدخل سينما، فأعتقد إن الفيلم ده هيبقى لطيف شوية لو أنت بتحب أبطاله كمان. بس ما تعملش حسابك إنك هتموت من الضحك ولا حاجة ولا تضحك بصوت. أنت يا دوبك هتبتسم شوية وشوية ضحك خفيف وقليل أوي، أوي، أوي تضحك مرة أو 2 من قلبك. بس كده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتدوس بص على الفيديو القديمة وتفعل زر الجرس عشان تشوفك جديد أول بأول. سلام.